السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة مزلزلة من الشيخ عثمان الخميسي، يعني ترد على كل الافتراءات وكل الادعاءات التي خرجت وهاجمت الشيخ. تعالوا بينا نسمع الشيخ بيقول رأيه واضح وصريح، لا يقبل تأويل ولا يقبل مزايدة على موقف الشيخ عثمان الخميسي، وبعد كده نرجع تاني إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. سأقوم في هذه الليلة بإرسال 4 رسائل. الرسالة الأولى هي إلى بني صهيون المحتلين لفلسطين، لبيت المقدس، للمسجد الأقصى، فأقول لهم والله لن تهنأوا أبدا باحتلالكم لبيت المقدس، وللمسلمين عين تطرف، بل والله الذي لا إله إلا هو لنخرجنكم منها عاجلا أو آجلا، مصداقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ولما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم في أكناف بيت المقدس. والله جل وعلا أخبرنا في كتابه العزيز: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فنحن نؤمن إيمانا جازما أن الله تبارك وتعالى سينصرنا عليكم عاجلا أو آجلا، ولا يغرنكم تحالف أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول معكم، فإن هذا أيضا أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فالذلة عليكم مكتوبة، وسيخرجكم الأبطال من هذه البلاد المقدسة. ولا تغتروا بالمعاهدات التي تمت مع بعض الدول المسلمة، لأن هذه المعاهدات ستلغى، بل دساتير هذه الدول ستلغى أيضا، وسيبقى دستورنا الأول والأخير كتاب الله تبارك وتعالى. فلنخرجنكم من هذه الأرض ولا ينصرن الله المسلمين عليكم، فلا تفرحوا بما أنتم عليه، سينتصر عليكم المسلمون يوما ما وسيخرجونكم وسيشهد عليكم الشجر والحجر، ولنخرجنكم من هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض التي هي مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأرض التي اجتمع فيها أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم، هذه الأرض التي عرج منها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. هذه هي رسالتي الأولى. الرسالة الثانية إلى الشعب الفلسطيني، إلى إخواننا المسلمين هناك، أقول لهم: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله لينصرنكم الله تبارك وتعالى، وستفرحون بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لينصرنكم الله تبارك وتعالى، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وتذكروا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يهمنكم اجتماع هذه الدول عليكم إذا كان الله معكم سبحانه وتعالى. تذكروا قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. كونوا كذلك فأنتم أحفاد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. الرسالة الثالثة: جاهدوا في سبيل الله، لا في سبيل الحزب، لا في سبيل غير الله تبارك وتعالى، وإنما جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. كونوا مع الله يكن الله معكم، ودعوا عنكم هؤلاء المنحرفين فإنهم لن ينفعوكم شيئا. وهذه الرسالة الرابعة، وهي إلى الدول الإسلامية. بدأت مشكلة فلسطين وكان المقابل لليهود الدول الإسلامية، ثم قالوا هي قضية عربية فأخرجوا كثيرا من الدول الإسلامية، ثم قالوا هي قضية شرق أوسطية فأخرجوا كثيرا من العرب الذين خارج الشرق الأوسط، ثم قالوا هي الدول المحيطة بفلسطين فأخرجوا كثيرا من دول العرب المسلمين، ثم قالوا هي قضية فلسطين فأخرجوا الدول المحيطة بفلسطين، والآن قالوا هي قضية منظمة التحرير هي التي تتخذ
القرار وحدها. والآن إسرائيل تقول أنا أقاتل حماس، كذبوا لعمر الله. فالأطفال الذين قتلوا قريب من 40، والنساء اللاتي قتلن قريب من 30، والرجال الذين قتلوا ليسوا من حماس، وإنما جعلوا هذه شماعة يعلقون عليها ظلمهم وإيذاءهم للمسلمين. فرسالة إلى حكام المسلمين، فلتتقوا الله تبارك وتعالى في هذه البلاد مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الاستنكار والنصرة لإخواننا المسلمين هناك. قد لا تستطيعون القتال، فلا أقل من نصرتهم ماديا ومعنويا. والدول التي طبعت مع اليهود عليهم أن يذكروا شجبهم لهذا الأمر ويسحبوا سفراءهم أو يمتنعوا من هذه التطبيعات الظالمة، وعليهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. القضية ليست قضية حماس وإسرائيل، القضية قضية فلسطين، القضية قضية بيت المقدس، القضية قضية الإسلام. فإنهم اعتدوا على المسلمين وما زالوا يعتدون على المسلمين. وهذه أيضا رسالة خامسة خطرت في بالي الآن، وهي للشعوب الإسلامية. ماذا علينا أن نفعل نحن؟ أولا علينا أن ندعو لهم. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. لا تنسوا إخوانكم المسلمين في فلسطين بالدعاء، الدعاء لهم أن ينصرهم الله تبارك وتعالى، أن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأرضهم من هؤلاء المجرمين. ثم كذلك نصرتهم بالكلام والدعوة، ونصرتهم بالمال إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. كل هذا من النصرة لإخواننا المسلمين هناك. ويحتج البعض بأن الفلسطينيين يسبوننا ويخطئون في حقنا. أولا لا يجوز التعميم على جميع الفلسطينيين بهذا الأمر. ثانيا لو أخطأوا في حقنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمنعنا أبدا من نصرتهم أمام هذا العدو الغاشم اليهودي الصهيوني المجرم. فنحن نتحمل من إخواننا ما وقع منهم تجاهنا، ونسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة، وسننصرهم وإن أخطأوا في حقنا. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنحن معكم ننصركم إخواننا المسلمين في فلسطين، وأسأل الله جل وعلا أن ينصركم عاجلا لا آجلا على عدوكم وعدونا. والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا سعداء جدا ان احنا وجدنا الرسالة الواضحة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس التي تعبر عن رأيه، لان احنا كنا عملنا فيديو مناشدة لفضيلة الشيخ انه يرجع عن الكلام اللي هو قاله، وفي الحقيقة تبين لنا وتأكد وكان من الأمانة علينا ان احنا يعني ان كنا وقعنا في خطأ، احنا وقعنا في خطأ لان احنا ما سمعناش كلام الشيخ كامل، والكلام بتاع الشيخ كان يعني موضوع قص ولزق كده زي ما بيقولوا. فأظهروا الشيخ ان هو يعني ان هو بيتكلم في حق اخواننا في غزة، لكن الامر على خلاف ذلك تماما. واستبان وجهة نظر الشيخ ان هو بيتكلم حتى ان كان مختلف سياسيا معاهم في مسألة، لكن المسألة ديت مش وقتها خالص، وان ده ما ينفعش دلوقتي نتكلم فيه. لكن طبعا اللي جاب اللي قاله الشيخ عشان يظهر الشيخ في هذه الصورة ويعمل فتنة، ما جابش تكملة الحوار كاملا. لكن كان من الواجب علينا ان احنا نظهر بقى رأي فضيلة الشيخ عثمان الخميس الواضح والصريح، والكلام الذي لا يقبل مزايدة ولا يقبل اي شيء، وهو ما يتفق تماما مع كل الكلام اللي هو يعني الشيخ لم يغير في الرسالة بتاعته واحدة وثابته وما اتغيرتش، لكن احنا اللي كنا فاهمين خطأ. فعشان كده كان من الواجب علينا ان احنا نبين الخطأ اللي يعني وقعنا فيه، وكمان اللي الناس كمان هجمت الشيخ بطريقه شرسه. لكن موقف الشيخ الثابت وهو الدعم والوقوف والمسانده، وان دي مساله كفر وايمان وما فيهاش مجاملات. بصراحه اسلك صدورنا كلام واضح مش محتاج بقى لا شرح ولا تعديل وكده. عشان كده بتمنى من كل يعني المشاهدين والمتابعين يعني نشر الفيديو ده على اوسع نطاق ممكن، حتى يعني نظهر حقيقه. وزي ما الناس تهجمت على الشيخ وتطاولت على الشيخ، يبقى كمان من حقنا او من حق الشيخ علينا ان احنا نبين الموقف الحقيقي له، ونقول ان الشيخ يعني كلامه واضح ودفاعه وثباته في جانب اخواننا مش محتاج يعني بيان ولا محتاج مزايده ولا محتاج اي شيء. وعشان كده بقول الحمد لله رب العالمين ان احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى اظهر لنا حق. فمش عيب ابدا احنا لما نقع في خطأ نقول ان احنا اخطأنا، ولكن الحق احب الينا من اي احد. زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده ان احنا كنا بنقول للشيخ نحن نحبه ونجله ونقدره، لكن الحق احب الينا منه. فاليوم عشان الحق احب الينا من اي حد، كان واجب علينا ان احنا نعترف ان احنا اخطأنا في حق الشيخ، وان احنا نظن به اصلا هذا الظن السيء. لكنه بفضل الله عز وجل هذه الرسالة توضح
موقف الشيخ الذي لا يحتمل يعني قولا آخر. وفي النهاية هي دي كل الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.